القصة بتقولك إن كان في صياد بيقوم بجولة صيد اعتيادية في الغابة زي ما هو متعود يعني. المهم في الرحلة الأخيرة قعد يتعمق كتير في الغابة لحد ما ضل الطريق. تاه في المكان ومعرفش يعني يجمع أي مخرج ليه. وقتها جت في باله فكرة، وإن هو يفضل ماشي في اتجاه واحد ويستمر فيه لحد ما يوصل للطريق العمومي. للأسف قعد يمشي لساعات كتير من غير أي فايدة، والغابة ملهاش أول من آخر. ساعتها بدأ يحس بالقلق والحيرة، خصوصا إن الشمس بدأت تغيب والليل بيدخل عليه بشكل تدريجي. ما كانش قدامه أي اختيار في النهاية غير إن هو يكمل مشي، واستمر يمشي في نفس الاتجاه لحد ما قابله كوخ صغير. طبعا الصياد فرح وراح يخبط على الباب بتاع الكوخ علشان يطلب المساعدة من الناس اللي ساكنين فيه. أول ما قرب من الباب اتفاجئ إن هو كان مفتوح، ولما دخل جوه الكوخ ملقاش فيه أي بشر نهائي. وقتها قرر إن هو يرتاح على السرير وينام شوية، وقال لنفسه لو جه صاحب الكوخ وأنا نايم يعني هحاول إن أشرح له الموقف وأفهمه اللي حصل معايا وإني شخص تايه. طبعا الصياد قبل ما ينام كان بدأ يفكر في المجهول اللي مستنيه، حاسس بالقلق ومش عارف المصير هينتهي بيه لحد فين. المهم بدأ يسرح في المكان حواليه، شوية ينظر لشبابيك الكوخ والأدوات، وشوية يسرح في كل حاجة موجودة حواليه. أغرب حاجة لاحظها في المكان ده إن فيه رسومات ولوح مرسومة على الجدران لشخصيات غامضة، ومن الواضح كده إن الرسومات دي كلها كانت مرسومة بشكل يدوي. يعني صاحب الكوخ أكيد هو اللي رسمها بنفسه. الصياد لما ركز في وجوه الشخصيات دي بدأ يحس بالرعب من ناحيتها، وكأن كل شخص في اللوحة بينظر أو بيبص يعني على الصياد. منهم اللي نظراته مليانة حقد وغضب، ومنهم اللي مبتسم ابتسامة عريضة وبيبحلق بعينيه زي ما يكون مريض نفسي أو شخص مجنون. الصياد بدأ التوتر يزيد جواه، لكن في النهاية قرر إن هو ينام على جنبه ويغطي وشه علشان ما يشوفش الصور دي. وراح في النوم وصحي تاني يوم على شروق الشمس. أول ما فتح عينيه راح ينظر مرة تانية للرسومات المرعبة اللي على الحيطة، لكنه اتفاجئ إن هي اختفت تماما من المكان كله، وما تبقاش منهم ولا رسمة نهائي. طبعا الموضوع أثار الدهشة والحيرة جواه، خصوصا إن هو متأكد 100% إن هو شاف الصور دي قبل ما ينام. ما كانش لاقي أي تفسير للموقف ده، لكنه كان حاسس بالخوف الشديد جواه. وقتها فتح الباب بتاع الكوخ وقرر الهروب فورا من المكان ده، وراح يبحث على أي مخرج ليه. ولحد هنا القصة انتهت. قولنا في التعليقات لو انت مكان الصياد كنت هتتصرف ازاي. لو عجبتك القصة ادعمني بلايك واشترك في القناة، وتابع كل جديد انا بقدمه. سلام.